اللي اسمه الصرخي الذي لم يجد أحدا يربيه حتى الآن، وتلوث النفوس وتنتشر هذه الكآبة وهذا المرض في أرض طاهرة كالعراق، أرض الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولا أحد يجي بالنعال يربيهم هؤلاء ما متربين، وما يصير. بس لا، كل شيء له حدود بعد، لابد وصل إلى حد اللي لا يحتاج إلى أنه الإنسان شوية حمر عينه يعني. النزعة البترية بهذا الشكل في العراق دون أن تتصدى جهة للتربية والتأديب، هذا ما يصير. هذا سيضطرنا عاجلا وآجلا إلى أن نتصدى، وإحنا تصدينا ثقيل. أرجو من الجهات العشائرية الأخرى الأصيلة أن تكفينا هذه المؤونة. لزموهم ضبوهم ذولا. ويخص سماحة الهكرز الأعظم الشيخ أبو البلاغات غورباتشوف، قطع الله بلاغاته وحساباته الوهمية، تارة بأسماء نساء تارة بأسماء رجال. دير بالكم من عنده، يحكي وياكم وانتم ما تحسون بيه. ايه غورباتشوف المعمم ياسر ذاك اليوم بالصدفة دزوا لي فيديو، قالوا شيخنا شوف هذا قايم يمسلت. قلت لهم يا بش بيه؟ قالوا هو بالاخير خوب محسوب عليك، لازم تعالجه تشوف موضوعه شنو. قلت لهم عمي انطوني والله شنو عنده. فشفت له فيديو انه يتكلم على جماعة الصرخي، يدعو العشائر العراقية لتأديب جماعة الصرخي، ضرب جماعة الصرخي. فأنا تفاجئت بصراحة. يعني أولا هذا الفيديو أي شخص موجود ببريطانيا غبي يقدر يرفع عليه الآن دعوة قضائية، هذا يسمونه تحريض، هذا اسمه تحريض على القتل. يعني الآن جماعة الصرخي إذا موجودين يروحون على المعمم ياسر يطلعون الفيديو مالته اللي يحرض على ضربهم بالعراق، يرفع عليه دعوة قضائية. هذا أولا، هاي من الناحية القانونية. ما يفتهم رجل صح هو كبير بس ما يفتهم، شو يسوي؟ عنده تخبطات مو طبيعية، خطية شوي مأثرة عليه قناة. لا أنت ولا أبوك ولا عشيرتك ولا أمك ولا عماتك ولا خالاتك ولا أجدادك ولا الكرة الأرضية تحرض على قتل مجموعة لأن تخالفك. ما يجوز، حرام. كيفك أنت شنو؟ ما يجوز. نو أنا أدعو العشائر العراقية أن تؤدب جماعة الصرخي، تضربهم. شو حكى هذا؟ شو حكى هذا؟ تشبوا لك؟ شو حكى هذا؟ شو قاعد تشفص أنت؟ ماكو واحد يحط عليك سرج ويلزمك شنو؟ تركض وحدك شنو؟ شو حكى هذا؟ مو اروح ادعو العشائر العراقيه تقتلهم. شو حكى هذا؟ تخبرت ما تخبرت؟ شبيك عمي؟ شبيك؟ شنو الموضوع بالضبط؟ هذا المعمم ياسر يقول انا ادعو العشائر العراقيه ان تؤدب جماعه الصرخي وتقتلهم. شو حكى هذا؟ مو عيب؟ هسه يروحون يمسحون الفيديو. الله مسحوه عمي، مسحوه، ستروا على نفسكم. ما دارس انت شنو؟ ما دارس شنو موضوعك بالضبط؟ ما يقولون عنك دارس بطيخ طلعها برقي، ما يقولون عنك دارس ياسر، ما يقولون عنك دارس. وهذا التحريض، هذا لو عندك التحريض عادي مثل ما حرضت على اللي كان منك وبيك لين طلعوا. روح. تحريض هذا تحريض. لازم تروح عند السيد المرجع سيسوي لك دورة تعليمية جديدة، يدرسك المقدمات من جديد، العلوم غيرها، العلوم الفنية، العلوم العقائدية، لازم من جديد نرجع ندرسك. هذا تحريض اسمه، هذا تحريض على الإيذاء الجسدي الفعلي، تحريض على القتل، تحريض اصلا على الفتنه. هاي تحريض على الارهاب. راح يصير ناس تقتل ناس، لان اذا طلعوا شيعه قتلوا جماعه الصرخي راح يقتلون الشيعه اللي يعتقدون الزهراء مقتوله، وراح تصير حرب، واحد يقتل الثاني. متعرض الى حادث خطيه، طاقه عنده الايرباج وصاير عنده وضعيته حيل تعبانه، الله يكون بعونه. هو طبعا الحادث الاخير مالتنا المجموعه اللي طلعت طاق عنده الايرباج كله، وهاي مشكله. هاي لازم يرجع للمصنع، لازم المصنع يدعو الى قتل وضرب جماعه الصرخي من باب التأديب. فشنو اجبار؟ هو الدين اجبار يعني؟ قوه تعتقدون الزهراء مقتوله؟ قوه اكو طفل اسمه المحسن شيء قوه يعني؟ شو حكى هذا؟ ادله علميه، اقتنع ما اقتنع طب مرض، شو اسوي له؟ اجي احرض على الناس، اقتل على الناس؟ هو هذا الدين نريد نصدره للناس، نريد نصدره للعالم؟ انا ادعو العشائر العراقيه ان تؤدب جماعه الصرخي. معود، ارجع للمصنع، خليه يسوي لك اعاده تصنيع من جديد، يلمون الايرباك مالتك. واحد تافل بحلقه ثانيه.